اللي يعني معانا طول الوقت ودنا اليوم نعطيه حقه، بمعنى أن نفهم هذا القلب. أنت تظهر أمام الناس بصورة حسنة، لكن ما الذي في قلبك؟ ما الذي تضمره في هذه المضغة الصغيرة؟ تضمر حب الله وإرادة الله وسرعة التوبة إلى الله، أم تضمر غير ذلك؟ كيف يسوء القلب؟ يعني الشيطان يعلم أهمية قلبي أكثر مني، لأنه يعلم أنه لو صلح قلبك لنجوت منه. ولذلك الشيطان حريص جدا أنه هو ينزل وساوسه في القلب. أنت تريد أن تكون من الصالحين، وأنا كذلك أريد أن أكون من الصالحين. ماذا نفعل؟ نلجأ لمصلح الصالحين. وكان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه، إن للحسنة نورا في الوجه وضياء في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. كيف ممكن نحن نستعد ليوم الدين؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. أنت شفت لنا حاجة؟ طبعا إن شاء الله. يعني حلقات دكتور نايف نافع إن شاء الله وغيرها، واتفرجت على شوية من حلقة دكتور مطلق. أي جميلة جدا. بتاعت بناء الكعبة. بناء الكعبة هي الحلقة عن كنا بنسوي حلقة عن الحج، لكن الحوار خذانا في مكان آخر، ركزنا على قصة بناء الكعبة والمفاهيم التي تعكسها من خلال رحلة بناء الكعبة، سواء على وقت سيدنا إبراهيم أو ما بعد سيدنا إبراهيم، وصولا برسول عليه الصلاة والسلام ومناسك الحج وما إلى ذلك. لكن المفاهيم اكتشفناها أن هي أوسع من الحج، فصارت الحلقة سبحان الله. إيه، فالحمد لله على التوفيق. كذي بعض المرات احنا نجهز الحوار لكن يأخذنا في مسار آخر يعني. فإحنا التزامنا بالحوار بالنقاط اللي حاطينها بالمحاور اللي مفكرين فيها نلتزم فيها، لكن لأن احنا بدون ورق فأخذ راحتك. إذا في فكرة ودك تناقشها وقت الحلقة أخذ راحتك، يعني ما تحتاج أن أنت ترجع لنا ولا تلتزم التزام تام بالمحاور. طيب جيد ممتاز ما شاء الله تبارك الله. فحياك الله دكتور. الله يحييك. مكانك حياك الله بالكويت، نورتنا. الله يحييك حبيبي، أنا فرح مسرور أن أنا فعلا معك تشرف، وحلقاتك نافعة الله يسلمك ولها أثر جميل وواقع طيب. وأسأل الله عز وجل أن يديم النفع بك، اللهم وأن يبقي في قلوب الناس أثرك، وأن يعلي في الدارين ذكرك. آمين آمين. من طيبك وحسن ظنك دكتور عسى، إن شاء الله دائما نكون عند حسن الظن. آمين. موضوعنا اليوم مهم جدا، وموضوع اللي بنطرحه هو موضوع القلب، والقلب في الإسلام، والقلب الذي عرفه الله سبحانه. إحنا القلب معنا وين ما أينما ذهبنا القلب معنا، حواسنا معنا، وينعكس قلبنا، يعكس سلوكياتنا، ويعكس كيف إحنا نفكر بالأمور وكيف نتصرف. فالقلب هذا اللي يعني معانا طول الوقت ودنا اليوم نعطيه حقه، بمعنى أن نفهم هذا القلب، شنو الأمور تؤثر إيجابا وسلبا، وكيف عرف الله قلب الإنسان. ممكن نبدي من هذا المكان، ايش رايك دكتور؟ كيف ما هو القلب، كيف ممكن نعرفه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا أحمد الله عز وجل على أن وفقنا لهذا اللقاء يا شيخ فيصل، وثم أحمد لك دعوتك الكريمة وأشكرك عليها، وأسأل الله عز وجل أن يستخرج مني ومنك في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء ما يرضى به عنا. الله. الحقيقة كان يعني عنوان اللقاء عنوانا مشوقا، والحديث عن القلب حديث خطير ومهم جدا جدا، لأن عليه مدار الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. خد بالك، مش بعمل، خد بالك مش بهيئة، مش بصورة، مش بمنظر، بقلب. وهذا القلب لابد أن يكون له صفة معينة، مش أي قلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. فها هنا يعني إشكال ضخم ينبغي أن يعيش الإنسان معه متأملا متدبرا فترة طويلة، يرى هل قلبه قلب سليم، وهل أنا حققت هذه المعادلة التي تظهر للوهلة الأولى سهلة، ولكنها معادلة خطيرة.
هل قلبي قلب سليم لأنجو يوم القيامة؟ بس هي معادلة سهلة، القلب السليم ناجا يوم القيامة. إذا ما السبيل لهذا القلب السليم؟ تكون بسيطة، بس هل هي سهلة؟ مسألة صعبة جدا. مم. ولذلك يعني سيدنا إبراهيم دعا بها في الشعراء، قال يوم لا ينفع مال ولا بنون. سبحان الله، هذا أبو الأنبياء، هذا الحنيف ذو القلب الطاهر، ورغم ذلك يخاف ويذكر نفسه دائما، يقف مع قومه مجادلا. قال على آلهتهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يقف معهم، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وهنا هو ما زال في جدال معه، ما زال في هذه المناكفة التي كانت بين إبراهيم وبين قومه، يجادلهم في أصنامهم وفي آلهتهم. فالآن الموقع موقع إيه يا شيخ فيصل؟ موقع جدال، موقع نقاش حاد وقوي. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ثم يعرفهم بالله. فكأنه لما عرفهم بالله رق قلبه وسكنت نفسه صلى الله عليه وسلم. قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت أنا. وسبحانه بحمده ينزه ربه أن ينسب له هذا الفعل، وإذا مرضت أنا فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم كأنه انصرف عنهم ورفع يديه يدعو الله عز وجل ويستغرق في الدعاء ويتبتل إلى الله ويتملق بين يديه ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن هذا إبراهيم أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم، الحنيف الذي أمر الله عز وجل نبينا محمدا أن يقتدي به، أن يتبع ملته، أن يسير على نهجه صلى الله عليه وسلم. الآن يقول ولا تخزني يوم يبعثون. يخاف أن يكون قلبه قلبا غير سليم، يخاف أن يكون قلبه قلبا لا ينجيه يوم القيامة ويتعرض للخزي والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كل قلب غير سليم معرض لهذا الخزي يوم القيامة. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فطلبها في الشعراء ونالها في الصافات. واذكر في الكتاب إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. سبحان الله. طبعا هني في سؤال في بالي. طيب الرسل يخافون أن الله سبحانه وتعالى يقلب قلبهم أو ما يثبتهم في يوم الدين، فما بالك الشخص العادي الطبيعي؟ فإحنا لما نسمع هذه القصص علينا أن نتعظ أن فما بال الرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا إبراهيم يفكرون بهذا الشكل. طيب إحنا الأشخاص البسيطين الخطائين اللي يعني ما في مقارنة بيننا وبين الرسل، كيف ممكن نحن نستعد ليوم الدين؟ يعني هذا أمر يعني عظيم ومهيب يعني الكلام عن هذا الأمر كلام مهيب، لأن الصحابة كانوا يتعاملون مع هذا الباب، الصحابة وهم الصحابة يعني أعلى الأمة قدرا على الإطلاق، ورغم ذلك كانوا يخافون من هذا الباب جدا، لأنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل معه. كان أكثر حلفه صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وكان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت له أم سلمة متعجبة، تخيل يعني رسول الله الذي أنزل عليه الوحي الذي اصطفاه ربه رحمة للعالمين سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول ثبت قلبي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت له أم سلمة يا رسول الله قد آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ يعني هي استغربت واندهشت لما النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، فهل تخاف علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكأنه يقول لها كيف لا أخاف عليكم، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها مرة في حال ومرة في حال، فالقلوب متقلبة. ولذلك الصحابة يعني في حديث عجيب عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه،
كان هذا أبو هريرة راوية الحديث الأكبر في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك أحد روى أحاديث أكثر من سيدنا رضي الله عنه أبو هريرة. ولذلك يعني هو هناك 7 من الصحابة مقدمون في نقل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أولهم. 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. فأبو هريرة راوية الحديث الأكبر، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى جمع منه ما لم يجمع غيره من الصحابة. وكان هناك حديث من ضمن هذه الأحاديث الكثيرة الوفيرة الغزيرة، إذا فكر أبو هريرة أن يقوله شهق شهقة ثم غشي عليه. ألا وهو هذا الحديث يرويه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3: عالم وقارئ ومجاهد. عالم وقارئ ومجاهد، هي يعني أرفع ثغور في الأمة، أشهر ناس مبرزين بالصلاح في الأمة. يعني بغية الناس أن يكون لهم يد في العلم أو في قراءة القرآن أو في الجهاد في سبيل الله. صحيح. ورغم ذلك هذه 3 أصناف أول من تسعر بها النار يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3: عالم وقارئ ومجاهد. يؤتى بالعالم فيقول له الله عز وجل: فيما تعلمت؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك وعلمت فيك. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم. منافق. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية. ليقال. هذا جهد وبذل وسعي وجري في الدنيا ليسمع كلمة حسنة من الناس لم تكن لله عز وجل. قلبه لم يكن فيه الله، قلبه لم يكن متوجها إلى الله، عاملا إلى الله، ساعيا إلى نيل رضا الله. لا، يقول له الله عز وجل: وأنت لن تضحك على الله يا أيها العالم هذا الذي رأيت ونافقت، نسأل الله السلامة والعافية، لن تضحك على الله، وإن استطعت أن تضحك على عباد الله فلن تضحك على الله. ولذلك دايما أنا بقول يا شيخ فيصل أن يوم القيامة هذا هو يوم المفاجآت. ليه؟ لأنه ستظهر ما في القلوب. نحن الآن نرى الأبدان والصور، أنا أراك وأنت تراني، أراك بصورة حسنة وأنت تراني بصورة حسنة، لكن يوم القيامة يوم مختلف، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. تظهر السريرة وتنكشف ما في الضمير، ينكشف ما أخفاه الإنسان. فلذلك يقول: يا رب تعلمت فيك وعلمت فيك. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم. وقد قيل. ثم يؤخذ على وجهه فيسحب حتى يلقى في النار. نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له: فيما جاهدت؟ فيقول: يا رب قاتلت فيك وقتلت فيك. فيقول الله عز وجل له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل جاهدت ليقال جريء، ليقال شجاع. وقد قيل. والعجيب إنه قد قيل هنا توحي لك بمعنى هام يا شيخ فيصل. ما هو هذا المعنى؟ أنه سمعته في الدنيا طيبة، سمعته في الدنيا جميلة. كل الناس يقولون فلان عالم، يقولون فلان مجاهد شجاع، يقولون فلان جواد منفق كما جاء في بعض الروايات ومتصدق. فرضا الناس لا يعني أن رضا الله. نسأل الله السلامة والعافية. رضا الناس لا يعني رضا الله. ولو انتشر الثناء ما بين المشرق والمغرب، هذا لا يعني أن الله عز وجل راض عنك ما دام هناك إشكالات قلبية عندك لم تعالجها. ولو انتشر الثناء في العالمين، ولو لهجت كل الألسنة بالثناء، يستبشر المؤمن، يفرح المؤمن إذا كان قلبه سليما وقد عمل العمل مسبقا لله،
وقد قدمه لله، فإذا فعل ذلك ورأى الناس تلهج بالثناء عليه، فتلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن، يستبشر بها المؤمن الذي عمل هذه الأعمال الصالحات، لكن لا تحول نيته، لأنها لو حولت نيته ضل الطريق. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، كما قال أهل العلم. تخيل البوذيين والملاحدة والكفار وأهل الظلم والطغيان في الأولين والآخرين كلهم واقفون ينتظرون الحساب، ينتظرون حتى يلقوا في النار، فيأتي الله عز وجل بهؤلاء الثلاثة المبرزين المشهورين ويقف بهم على رؤوس الأشهاد، ويكونون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، لأن قلوبهم لم تكن سليمة، لأن وجهتهم لم تكن إلى الله، لأن قصدهم لم يكن رضا الله، فيكون عبرة لكل. ولذلك كان أبو هريرة أشهق ويغشى عليه. كيف ذلك؟ هذا حري أن يجعلني دائما متأملا في قلبي ومركزا عليه وخائفا من أي دخن أو دغل أو شوائب تدخل فيه وتلوثه، تجعلني دائم الخوف، دائم الذعر، دائم الرعب، ولا تجعلني ناظرا للناس ولا آبها للناس. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا محل نظر الرب، الله يطلع عليه وينظر ما فيه. أنت تظهر أمام الناس بصورة حسنة، لكن ما الذي في قلبك؟ ما الذي تضمره في هذه المضغة الصغيرة؟ تضمر حب الله وإرادة الله وسرعة التوبة إلى الله، أم تضمر غير ذلك؟ ولذلك القلب هذا بالأعمال القليلة وهو سليم تصير هذه الأعمال كثيرة، والقلب هذا بالأعمال الكثيرة وهو غير سليم تذهب هذه الأعمال هباء. ولذلك يقولون هذا القلب التأمل في القلب تجارة الأذكياء. التأمل في القلب تجارة الأذكياء. لماذا؟ لماذا؟ لأن القلب ربما يصلي الإنسان ركعتين بقلب سليم مقبل على الله، فيصير قدر هاتين الركعتين عظيما عند الله. وربما يصلي إنسان عشرات الركعات بقلب غافل، بقلب لاهن، بقلب ليس فيه تعظيم الله ولا محبة الله، فلا يصير لهذه الركعات قيمة عظيمة عند الله. قال ابن القيم قول عظيمة في هذا الصدد، في هذا الشأن، قال: فإن الأعمال لا تتفاضل بكثرة صورها ولا عددها. ولا الأعمال لا تتفاضل بين كثرة صورها وعددها. طيب، أيوة، هذا الآن عندنا مدار تفاضل الأعمال. كيف تتفاضل الأعمال؟ فإن الأعمال لا تتفاضل بتفاضل أو بكثرة صورها وعددها، ولكن تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. فأنه مو لأن أنت عملت هذا العمل معناته أن أنت راح تكسب منه، يعني أنت مو قاعد تتعامل مع ماكينة، أنت قاعد تتعامل مع رب العالمين. يا سلام، جميل. الأمر ليس بالظواهر، الأمر ليس كما قلت جزاك الله خير، هي مش ماكينة بتدخل شيء بتطلع شيء، عملت صليت ركعتين خلاص خدت ثوابهم. لا، ما الذي هنا؟ ما الذي في قلبك؟ ما الذي تضمره في نفسك هنا؟ لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن هذا المعنى خطيبا في الصحابة، منذرا لهم ومحذرا لهم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره، وثلاث مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. إياك أن تظن أن المسألة بثوب حسن وبشكل حسن وبهيئة جميلة، لا، فتكون صورة العملين واحدة كما قال ابن القيم، واحدة. يعني تخيل أنا وإنسان آخر وقفنا في نفس الصف في صلاة الجماعة، والإمام يتلو نفس الآيات، أنا وهو سمعنا نفس الآيات، وقلنا نفس الأذكار، وأطلنا في الصلاة نفس قدر الإطالة بالضبط، لكن واحد فينا صلاته مرتفعة عن الآخر. لماذا؟ لما في قلبه. فهنا إشكال ضخم يا شيخ فيصل، إن الإنسان ينبغي أن ينتبه لهذا المعنى، معنى أن القلب هو الحاكم، أن القلب هو الرافع للأعمال الخافض لها. رب درهم سبق 100,000 درهم. درهم
يتصدق به الإنسان يسبق 100,000 درهم. ليه؟ لما في القلب، لما في القلب. بل أنا أزيد كما هو أعظم من ذلك، وأنا أحب هذه القصة جدا. عندنا قصة في السنة، قصة في غاية الرقة والجمال، وصاحبها لو أنا وأنت رأيناه، صاحب القصة هذه لو أنا وأنت رأيناه سنزدريه ونحتقره ونقول في أنفسنا، وإن لم يعني ننطق بها سنقول هذا لن يرد على جنة أبدا. يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قتل 100 إنسان. قتل 100 إنسان. 100 إنسان. والعجيب أن 100 إنسان كانوا 99 لعلهم في مشاجرات وكذا مثله، يعني أهل شر وأهل سوء وأهل فساد، لكن رقم 100 في هؤلاء القتلى رجل عابد. رجل عابد. إن رجلا كان في من كان قبلكم قتل 99 نفسا وإنه أراد أن يتوب. سبحان الله. ليس هناك مانع، مع كثرة الخطايا والذنوب أراد أن يتوب. فتح الله، وجود الله، وكرم الله جل جلاله. فسأل على عالم يستفتيه، يقول له هل لي من توبة؟ فدل على عابد، فذهب إلى هذا العابد وقال له هل لي من توبة؟ فلعل هذا العابد وقع في نفسه ما قلت لك الآن، أنه يعني أنت قتلت 99 نفس وتريد أن تتوب؟ فقال له لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقتله فكمل به 100. الآن رقم 100 رجل عابد. والعجيب أنه حتى بعد ما قتل هذا العابد يعني ما زال يريد أن يتوب. فسأل على عالم فدل على عالم، فقال له هل لي من توبة؟ إنه قد قتل، يوري بالغائب تحقيرا، إنه قد قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال له العالم ومن ذا يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. على طول لم يتأخر صاحبنا، ويبدو أن قلبه كان صادقا، يبدو أن ما في قلبه فعلا كان رقة حقيقية وإرادة توبة حقيقية. فذهب وانصرف إلى الأرض التي أوصاه العالم أن يذهب إليها. ففي وسط الطريق وهو ذاهب أدركته المنية، أدركه الموت. الآن هو يخشى، صاحبنا هذا يخشى أن يعذب لأنه لم يذهب إلى الأرض، لأن العالم قرن توبته بأن يذهب إلى الأرض، فهو لم يذهب، فهو خائف. فجعل، شوف الكلمة الجميلة، فجعل وهو يموت جعل ينوء بصدره إلى الأرض التي أوصاه العالم أن يذهب إليها، إلى أرض الصالحين. ينوء بصدره يعني وهو يموت وتدركه السكرات يحاول أن يذهب حتى وإن حبوا، حتى وإن زحفا، حتى وإن ينوء بصدره. العجيب أنه لم يصل ولم يقطع مسافة طويلة. فنزلت لما مات نزلت إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. يذهب إلى أيهما؟ ملائكة العذاب يبقى إلى النار، ملائكة الرحمة يبقى إلى الجنة. فقالت ملائكة العذاب إنه قتل 100 نفس، يعني حري به أن يذهب به إلى النار ويؤخذ إلى النار. فقالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وهذا هو الشاهد عندي، رغم ما فعل ورغم ما ارتكب ورغم ما جنى في حق الله سبحانه بحمده، إلا أن ملائكة الرحمة رأت أنه جاء مقبلا بقلبه إلى الله عز وجل. فأوحى الله له أن قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب يؤخذ إليها. ففي الحقيقة الآن صاحبنا هذا كان أقرب إلى أرض الفساد والسوء، لكن من عظيم منة الله عليه وجود الله به ولطف الله له سبحانه بحمده، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إلى هذه الأرض أن تقاربي وإلى هذه الأرض أن تباعدي
فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض الصلاح فقبضوه إليها فدخل الجنة. غير الله نواميس الدنيا لقلب صادق. غير الله سنن العالم لقلب صادق. التضاريس تبدلت وتغيرت لقلب صادق. ولذلك هذه أهمية القلوب. القلوب تصنع ما لا تصنعه الأعمال، وترفع العبد درجات في الدنيا وفي الآخرة بلا كثير عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له. أشعث شكله هيئته رثة وفقير، ولا ينتبه الناس له ولا يأبهون به، لا يؤبه له. يعني لو طرق عليك بابك لن تريد أن تتكلم معه. لو أقسم على الله لأبره. لو أقسم على الله لأبره. ليه؟ هيئته هيئة الرثة، لكن قلبه قلب صالح. لكن قلبه قلب صالح. ولذلك أنت تعجب لما يتكلم العلماء عن أبي بكر، تجد أبا بكر رضي الله عنه أحسن الناس في الدنيا بعد الأنبياء والمرسلين. ليس هناك رجل في الدنيا كلها أعظم من أبي بكر. قال البشار: وأعظم الخلق جميعا أحمد صلى عليه الله نعم السيد، وبعده الخليل فالمكلم، فنوح فالروح أولو العزم هم، فالرسل ثم الأنبياء ثم الملك، الخاص فالصديق ثم ذو النسك. بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأولو العزم من الرسل ثم الرسل ثم الأنبياء، يأتي بعدهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجمعنا به في دار النعيم. والعجيب أنك تجد العلماء لا يعظمونه في مجالات العبادات كما يعظمون سائر الصحابة. خالد بن الوليد إذا ذكر خالد ذكر الجهاد، صحيح. إذا ذكر عمر ذكر القوة في دين الله، إذا ذكر معاذ ذكر العلم، أعلم أمته بالحلال والحرام، إذا ذكر أبو عبيدة ذكر الأمانة، أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وهكذا. أبو بكر له في كل هذه الأبواب سهم، ولكن غير مبرز في كل هذه الأبواب كما برز الصحابة. ولكن يقول بكر بن عبد الله المزني: ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام. ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. بشيء وقر في قلبه، قلبه كان خلاف قلوب الصحابة. ولذلك هو ممن يدعى من كل أبواب الجنة يوم القيامة. رجل عجيب وله همة عجيبة في القرب من الله وتحقيق مناطات التعلق بالله الحقيقية. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من باب الصيام دعي من باب الريان. قال له أبو بكر: يا رسول الله، وهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: يا أبا بكر نعم، وأنت منهم. يا الله على البشارة. وأنت منهم. لماذا؟ هذا رجل قلبه مختلف. هذا رجل قلبه مختلف. ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. ولذلك القلب هذا أمره عظيم جدا. شيخ فيصل، ولعلي يعني أتحدث معك الآن ونفتح هذه القضية، لأنها قضية أنا أردت أن أبدأ بها، ولكن أخذنا الحديث إلى نقطة في غاية الأهمية. الأمة الآن أمة مكلومة. الأمة الآن أمة مكلومة، وإخواننا في غزة أسأل الله أن ينصرهم وأن ينجيهم وأن يلطف بهم. أنت ترى ما يحدث لهم، وأنت ترى ما هو واقع بهم من الصهاينة الملاعين. أسأل الله أن ينتقم منهم شر انتقام، وأن يمكن المسلمين من رقابهم، وأن يظهر المسلمين عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن هذا الحال التي أصبحت فيه الأمة. حال صعبة، حال ذليلة، تكالبت علينا الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الأمم كلها منقضة علينا، كلها متعاونة علينا،
كلها متكالبة ومجتمعة ومتعاونة لإذلالنا وللإنقاص من المسلمين ولاستئصال شأفة المسلمين. هذا لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ وإحنا هنبقى وقتها عشان يفعلوا فينا ذلك؟ لأن الصحابة ما كانوا يقبلون ذلك أبدا، كانوا يأبون ذلك. ما كان يستطيع أحد في الدنيا أن يفعل مع الصحابة ذلك. أو من قلة نحن؟ إحنا هنخلص ولا إيه؟ هنستأصل؟ هنموت؟ لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. يبقى إذن سبب اللي احنا فيه ده ايه يا شيخ فيصل؟ القلوب أصبح فيها الوهن. الوهن الضعف والخور والذلة، ليس فيها تعلق بالله حقيقي، ليس فيها تملق إلى الله حقيقي، ليس فيها توجه إلى الله سبحانه وبحمده وقصد الله والتماس رضا الله سبحانه وبحمده، ليس فيها هذا الأمر. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. لما تتعلق هذه القلوب بالدنيا، بشهوات الدنيا، بزينة الدنيا، بزخارف الدنيا، بلآلئ الدنيا، تنصرف عن الآخرة، تنصرف عن الله، لا تتعلق بالله، لأن الدنيا والآخرة ضرتان لا يجتمعان في قلب. ومن تعلق بالدنيا صرف الله قلبه عن الآخرة، ومن تعلق بالدنيا صرف الله قلبه عن التعلق به. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. طيب ما السبيل إلى النصر وما السبيل إلى الرجوع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون. إذن الآن عندنا سبب للنصر، الحمد صحيح. لله. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم وصلاتهم. بضعفائنا، بالضعفاء. اشرح ليها، فكك ليها شوي دكتور. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم وصلاتهم. الإخلاص أن يصفي العبد قلبه مما سوى الله. يعني أنا وأنت الآن وكل من يشاهدنا لو بذل الوسع في أن يصفي قلبه مما دون الله، وأن يخلص قلبه من الدنيا ومن الشهوات المحرمة ومن الذنوب، ويجعل قلبه قلبا سليما، الأمة تسلك طريقها في النصرة. هذا الحل يعني. هذا الحل، وليس هناك حل غيره، ولو كان عندنا أسلحة الدنيا كلها، ولو كان عندنا قوة الدنيا كلها، إذا لم تكن هذه القلوب معلقة بالله والله لن ننتصر أبدا. ولذلك حرصت أن نتكلم على القلوب في هذا اللقاء. احنا لا ندرك مدى خطورة وأهمية هذا الأمر. الصحابة كانوا مهتمين أشد الاهتمام. ولذلك لما سمع الصحابة في غزوة مؤتة وهم خارجون إلى الغزوة، فجأة سمعوا أن عدد المشركين يقترب من 200,000 مقاتل. هذا عدد رهيب. فاضطرب الصحابة، اختلف. هم كم واحد كانوا الصحابة تذكر؟ كانوا تقريبا 12,000 12,000 أمام قرابة 200,000. هذا أمر صعب. والآن الصحابة فقام لهم عبد الله بن رواحة وأخذ يثبتهم ويقول لهم: أيها الناس، إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون. إن الذي تكرهون الآن مجابهة العدو ومناجزة العدو للذي خرجتم تطلبون. وما نقاتل الناس بعتاد ولا عدة، إنما نقاتلهم بهذا الدين. يا سلام على الكلمة، يا سلام. وما نقاتل الناس بعتاد ولا عدة، إنما نقاتلهم بهذا الدين. ولذلك قتيبة بن مسلم الباهلي في إحدى معاركه لما يجهز الجيش، وهذا يسن رمحه وهذا يعد عدته، نظر فلم يجد محمد بن واسع. لم يجد محمد بن واسع. أين محمد بن واسع؟
الناس الآن يتجهزون ويتهيئون ويلبسون لأمة الحرب ويستعدون للقتال، ومحمد بن واسع الرجل الرأس المبرز في الصلاح والجهاد والقوة غير موجود. فأرسل أحد جنوده ليلتمس له محمد بن واسع، فنظر بين الجنود فلم يجده، ثم أخذ يسلك طريقه بين الجيش حتى وجده في آخر ما يكون وراء الجيش لا ينظر إليه أحد، متكئ على رمحه رافعا أصبعه إلى السماء يدعو الله عز وجل أن ينصر المسلمين. هذه الحال التي كان عليها محمد بن واسع، متكئ على رمحه رافع أصبعه إلى السماء يدعو الله عز وجل. فرأى الجندي هذا المنظر فهاب وسكت، ثم عاد إلى قتيبة وقص له ما رأى بالضبط. فقال له قتيبة بن مسلم: والله لأصبع محمد بن واسع خير للجيش من 1000 سيف شهير وشاب طرير. هذا الأصبع الذي انطلق إلى الله بالدعاء وبالرجاء وبالإنابة وبالإخلاص أحب إلى قتيبة وخير عنده من أن يكون معه 1000 جندي ضخم قوي، أو 1000 سلاح لا يكاد يهزم أو يكسر. لأصبع محمد بن واسع خير للجيش من 1000 شاب طرير يعني قوي، وسيف شهير يعني حازم صارم. هكذا كانوا يتعاملون: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم. يعني هذه المرأة التي تشاهد الآن بيدها سلاح عظيم. المرأة التي تشاهدنا الآن بيدها سلاح عظيم جدا في نصرة الأمة. ما هو هذا السلاح؟ الإخلاص والدعاء والصلاة والإنابة إلى رب الأرض والسماء، بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم، إخلاص العبادة إلى الله وتصفية القلب مما سوى الله، والدعاء. هذا السلاح الذي بأيدينا سلاح عظيم، والله سلاح عظيم، حتى يأذن الله عز وجل لنا في السلاح المادي المرئي. أنت قلت المادي المرئي، وأنا بالضبط هذه النقطة اللي كنت أنا بسألك عليها. نحن نعيش اليوم في ماديات حولنا، نحن نراها ونشاهدها ونعلم بقوة هذه الماديات سواء كانت سلاح ولا غيرها. يمكن كيف كانوا يفكرون المسلمين 12,000 جندي مقارنة 200,000 اللي كانوا مقابلهم؟ كانوا يستشعرون قوة مختلفة موجودة معهم وحاضرة. طيب القلب المؤمن، فرق بينه وبين القلب المتعلق بالدنيا، كيف يرى يعني القوة المادية الشخص المتعلق بالدنيا والشخص المتعلق بالآخر المتعلق بالله؟ أبي الفرق بينهم، كيف هذا يرى الحياة وكيف يرى الدنيا، وهذا الشخص كيف يرى الدنيا؟ ممتاز. هذا سؤال أجاب الله عز وجل عنه. ممتاز. أجاب الله عز وجل عنه في القرآن في آيتين 2. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وانتبه إلى أن الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم فقط، مش وأعدوا لهم مثل ما أعدوا لكم من القوة، وأعدوا لهم إزاء ومقابل قوتهم وعتادهم وعدتهم، لا، ما استطعتم ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلما يعد المسلمون ما باستطاعتهم وهم مقدمون التعلق بالله والاعتماد على الله والتوكل على الله، ينصرهم الله عز وجل. طيب إذا نظروا إلى العتاد فقط وإلى العدد فقط ولم ينظروا إلى المرحلة الأولى التي أتكلم عنها أنا وأنت، حال تصفية القلوب إلى الله والتعلق بالله والإنابة إلى الله والإخلاص والصلاة، يرد الله عز وجل علينا في سورة التوبة في آية عظيمة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لما رأى المسلمون في يوم من الأيام أن عددهم أصبح كبيرا وأنهم الآن لن يهزموا، قال أحدهم: لن نهزم اليوم من قلة. يعني لو جهز المسلمون الآن كل عدتهم وعتادهم وقالوا لن نهزم اليوم من أسلحة ومن عدد ومن قوة، لن ينصرهم الله حتى يتعلقوا به.
فالتعلق به أول أسباب النصرة، ثم تأتي بعد ذلك الأسباب الأخرى التي هي قوية جدا وضرورية جدا وحاسمة جدا لا شك. قضية العتاد والإعداد والمجابهة والمواجهة هذا ضروري على المسلمين الآن. لكن المرحلة الأولى مرحلة القلوب لابد أن تكون حاضرة وبقوة. لما نظر المسلمون إلى عددهم وتفاخروا بعددهم لم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هزم المسلمون في أول المعركة، وأخذ المسلمون يتفرقون، يجري الناس هنا وهنا وهنا، ولم يتبقى حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلة قليلة جدا من أصحابه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق إيمانا وأبر الخلق قلبا وأشكم الناس شجاعة وإقبالا على العدو صلى الله عليه وسلم، أخذ يقوم وينادي في الصحابة ويقول: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. ثم يأخذ في النداء عليهم ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلموا إلي يا عباد الله. ثم يأمر العباس عمه صلى الله عليه وسلم فينادي: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة، حتى انتبه الصحابة إلى نداء النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال راوي الحديث: فانكفأ الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تنكفئ البقر على أولادها. رجعوا تاني بعد أن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، بعد أن ذكرهم بالبيعة التي بايعوه إياها، بعد أن ذكرهم بأنه النبي صلى الله عليه وسلم وأننا ينبغي أن نتعلق بالله سبحانه بحمده. رجعوا فنصرهم الله عز وجل بعد ذلك. فهذان أمران متلازمان لا شك، لكن الذي يسبق أخاه في هذين الأمرين التعلق بالله وتصفية القلوب إلى الله وتخليص القلوب مما سوى الله عز وجل. لو أصبحنا كذلك يعني تنقلب الموازين. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإيه؟ قال الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يا سلام، بإذن الله. الله عز وجل آذن لهم أن ينتصروا هم قلة، نعم انتصروا وأظهرهم الله عز وجل على عدوهم. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الصف في آخر آية، قال الله سبحانه بحمده: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا. فأيدنا الذين آمنوا، مش الذين تجهزوا، مش الذين تقووا. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأول الطريق الإيمان، أول الطريق الإيمان، أول الطريق إصلاح القلوب وتهيئة القلوب وتصفية القلوب لله عز وجل حتى ينصرنا الله سبحانه بحمده على أعدائنا. قبل أن نصل إلى كيف نصفي القلوب، لما نتكلم الحين بنخوض في الأمور العملية أكثر دكتور، لما نتكلم عن جهد الشيطان على القلب، يعني إحنا عمليا كيف ممكن الواحد يضعف قلبه؟ شنو الأمور اللي ممكن يسويها تؤثر على قلبه بشكل سيء؟ بعدين لما نتكلم عن كيف ممكن نطهر القلب بعد المرحلة هاي، لكن المرحلة كيف يسوء القلب. والله الحقيقة شيخ فيصل أن الشيطان مركز جدا مع القلب لأنه يعلم أهميته. يعني الشيطان يعلم أهمية قلبي أكثر مني، ويعلم أهمية قلبك أكثر منك، لأنه يعلم أنه لو صلح قلبك لنجوت منه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذا صلحت قلبك لنجوت منه، ها؟ نجوت من الشيطان. ولذلك الشيطان حريص جدا إنه هو ينزل وساوسه في القلب. قال ابن عباس في قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس وملك الناس من شر الوسواس الخناس. فقال ابن عباس: يضع الشيطان خطمه على قلب ابن آدم فيوسوس، فإذا غفل ابن آدم وسوس، وإذا ذكر الله خنس. إذن الشيطان مركز مع مسألة القلب جدا، وحريص على أنه يقذف في قلب الإنسان ما يؤذيه
وما يزعجه وما يسلب الإيمان منه. يسلب في قلبه الحقد والحسد والغل والبغضاء والضغينة وأمراض القلوب الكثيرة، يحاول أن يقذفها. فإذا لم يدفعها العبد، وإذا لم يردها العبد، وإذا لم ينكرها العبد، للأسف استغرق مع الشيطان وزال الإيمان من قلبه. إذن وسوسة الشيطان للقلب كيف تكون؟ يأمره بأن يكره فلانا ويحقد على فلان ويحسد فلانا ويتكبر. لكن دكتور، في أحد مثلا ظلمني، أكيد أنا بكرهه يعني فهمت؟ يعني شلون الواحد يفرق بين ذو واحد ظلمني؟ طبيعي شعور إني أنا أكره اللي ظلمني وأحقد عليه يعني. هل في حقد جيد حقد سيء، ولا يدخل من هذا الباب الشيطان؟ أبي أفكك هذه الفكرة. ممتاز. هنا لا شك، هنا شعرة بين الغضب الطبيعي الفطري وبين الغضب الشيطاني، بين الانزعاج من شخص أو شيء من الكراهية لشخص معين بسبب إيذاء أو بسبب إزعاج أو بسبب ظلم بين واضح، فهذا يكون له قدره. لكن هذا لا يدفعني أن يستطيل هذا الغضب وهذه الكراهية في القلب فيجعلني أكرهه كرها زائدا عن الحد بسبب الفعل الذي فعله. فينبغي أن يكون، إذا أردت أن أوضح لك، ينبغي أن يكون مقدار الانزعاج والكره لشخص إذا ظلم ظلما واضحا وبينا لا بأس. طبيعي، الإنسان إذا استغضب غضب، وإذا أوذي كره، هذا أمر طبيعي فطري. لكن الإشكال هنا أن يصعد بي الأمر إلى أن يملأ قلبي حقدا وبغضا من طائفة كبيرة من الناس، ليس منه هو فقط، أبنائه وعياله مثلا، قبيلته، وأحمل غيره ذنبه وأضع كراهيتي عليه وعلى كل من يذكرني به. ممكن حتى تصير عنصري. واحد مثلا من الجنسية الفلانية أذاني، أنا الجنسية كلها حط عليها. أيوة بالضبط. يعني ولذلك هو الإنسان لابد أن ينتبه إلى هذه الأمور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. ولذلك كان إصلاح ذات البين أمر عظيم جدا في إصلاح القلوب، وأحل فيه الكذب. لماذا أحل الكذب في إصلاح المتخاصمين؟ لأن الخصومة تأكل القلب، الخصومات والعداوات تأكل القلب. إيه الدليل على ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. إذا امتلأ القلب بالخصومات والعداوات والحسد والبغض للناس، يسلب الإيمان من قلبه، ينزع الدين بالكلية من قلبه. شوف تحلق، فرق بين كما جاء في الحديث: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين في الثالثة. فالتحليق خلاف التحليق نزع الشعر من جذوره، فهم يعلمون ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع لهم هذا الوهم. لا أقول تحلق الشعر، الخصومة والعداوات والمناكفات الدائمة، لا أقول تحلق الشعر، لكن تحلق الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. إياك أن تدخل نفسك في هذه الخصومات وهذه العداوات حتى لا ينزع الإيمان من قلبك. عداوات مستمرة ومناكفات. ولذلك نحن نهينا عن الجدال. لماذا نهينا عن الجدال؟ لأن الجدال يغر الصدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. وإن كان محقا. أنا وأنت نتنازع، وأنت على حق وأنت تعلم، ولكني جاهل بأمر معين. فأنت إذا تركت الجدال معي وأنت تعلم، حفظا لودي، حفظا لقلبي، حتى يبقى صدرك سليما لإخوانك. ولذلك كان بعض السلف إذا بلغهم عن بعض أصحابه شيئا أمر القائل هذا أن يكف
ويقول له إني أحب أن يكون قلبي سليما لإخواني. لهذا يمكن هذا سبب من أسباب أن النميمة نعم، الله أكبر. يعني. ولذلك بعض السلف نقل له بعض إخوانه قولا قاله فيه أحد من الناس، قال فلان يقول عنك كذا، بينم فلان يقول عنك كذا، فقال له يا أخي فلان هذا ضربني بسهم لم يصبني، أنت أخذت السهم وغرسته في قلبي. يعني هو قال كلمة خلاص أنا غافل عنها، خلاص أنا غافل عنها، لكن أنت أخذت السهم هذا وطعنت به في قلبي. ولذلك لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات كما في البخاري. ليه؟ إنه يفسد القلوب. شيء عظيم هذا، لكن الناس اليوم تمارسه ما تحس فيه. الناس دكتور. الآن غير، أنا عشان كده قلت لك الناس الآن غير منتبهة لمسألة القلوب. حتى وإن علمت أن فلانا يقول عني، سلم قلبك لله، واعلم أن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. إذا قيل فيك وزيد فيك واتهمت وافتري عليك، أنت إذا تتبعت هذه الأقوال وأتبعت نفسك إياها وجريت وراءها وسعيت لمعرفتها، يفسد دينك، يفسد دينك. لكن لما تنشغل بالله، اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه. جميلة دي يا شيخ فيصل، جميلة أوي. اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه. والله لو توجهنا إلى الله بصدق وسلمت قلوبنا لله وصفت قلوبنا لله، لا تولى الله عز وجل عنا كل شيء يهمنا أو يزعجنا أو يؤذينا أو يرهقنا أو ربما يغضبنا ويحزننا. الله عز وجل إذا توجهت إليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان في قلبه. يا جماعة اتقوا الله وآمنوا شوية وأدخلوا هذا الإيمان في قلوبكم. يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر بيته. لو في قعر بيته. نسأل الله السلامة والعافية. إذن المسألة الآن مسألة خطيرة شيخ فيصل. هي إيه؟ هي أنه الإنسان لابد أن ينتبه إلى قلبه، أن ينتبه إلى قلبه. دب إليكم داء الأمم من قبلكم، ما هو الحسد والبغضاء، تحلق الدين، تحلق الدين. نسأل الله السلامة والعافية. فيقولك إذا وجدت الله فماذا فقدت، وإذا فقدت الله فماذا وجدت. دائما هذه أحاول أتذكرها بيني وبين نفسي، تساعدني في بعض الأحيان. لذلك أنا هذا السؤال دائما الواحد لو يسأل نفسه هذا السؤال، أحس إنه يبدي على الأقل يفكر إذا أنا فقدت الله فماذا وجدت، يعني إذا وجدت الله فماذا فقدت. الصحابة كان عندهم زي ما بنقول كده، كان عندهم سنسور دائم لهذا، حساس دائم لهذا المسألة. أنا قلبي عمل إيه مع الله؟ أنا قلبي سليم ولا قلبي في مشكلة؟ لأنه هو عارف لو خسر الله عز وجل خسر كل شيء. لو فقد الله كما قلت فقد كل شيء. كان ابن القيم يقول لكل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض. لكل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض. كان حد من السلف إذا أنكر قلبه ووجد قسوة في قلبه، وجد مرة قسوة في قلبه فخرج إلى الشارع يبحث عن شيء يرد له قلبه، يبحث عن أخ يذكره بالله، يبحث عن مجلس وعظ ومجلس علم، يبحث عن مسجد يتضرع فيه إلى الله. فخرج فوجد أما قد ضربت ولدها، فغضب ولدها وانصرف خارج المنزل، فأغلقت الأم الباب وراء ظهره، فمشي الولد خطوات ثم وقف، ثم نظر عن يمينه فلم يجد أحدا، ونظر عن شماله فلم يجد أحدا، ثم عاد إلى باب أمه وقعد عليه وأخذ يقول يا أمي من يؤويني إذا لم تؤويني، من يرحمني إذا لم ترحميني، من يعطف علي إذا لم تعطفي علي. ففتحت الأم الباب باكية وأخذته في حضنها وقالت أنا أؤويك، أنا أؤويك، أنا أعطف عليك، أنا أرحمك.
فتحت الأم الباب باكية وقالت: أنا أؤويك، أنا أرحمك، أنا أعطف عليك. فرجع هذا الرجل وهو يقول: الآن وجدت قلبي، الآن وجدت قلبي. هذا الرجل الذي رأى هذا المنظر، هذا المشهد العجيب، الآن وجدت قلبي، لأنه علم أنه ليس له حل سوى أن يجلس على عتبة باب الله ويتضرع إلى الله ويقول: يا رب، من يصلح قلبي إذا لم تصلح أنت قلبي؟ من يؤويني إذا لم تؤويني؟ من يرحمني إذا لم ترحمني؟ من يجبرني إذا لم تجبرني؟ سبحان الله العظيم. ولذلك لما حنظلة نفس الأمر، سبحان الله، أمر عجيب في مسألة القلوب، أنا قلبي عمل إيه؟ لما حنظلة أحس إنه الإيمان في قلبه قل شيئا ما، فخرج في الشوارع يبحث ماذا يفعل، فأخذ يمشي حتى وجد أبا بكر، فهو بيسأل أبا بكر لأن أبا بكر أقرب الناس إلى رسول الله، فقال أبا بكر: نافق حنظلة، أنا بقيت منافق. يخافون النفاق، يخافون أن تتحول قلوبهم، أن ينقص الإيمان منها. فقال له: وما ذاك يا حنظلة؟ فقال له: يا أبا بكر، نكون عند رسول الله، نكون عند رسول الله فيذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين، كأن احنا شايفينها. طبعا وعظ النبي عليه الصلاة والسلام كيف هو، وتذكير النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيف هو. فقال: حتى إذا رجعنا وعافسنا الأولاد والأزواج والضيعات نسينا كثيرا، ما نلاقيش نفس الحالة الإيمانية اللي فده نفاق. فأبو بكر من خوفه على قلبه هو كذلك، وكأنه خاف، قال: يا حنظلة، والله إني لأجد مثل ما تجد، والله إني لأجد مثل ما تجد. سبحان الله العظيم. هلم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا رجعنا وعفسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة ولأبي بكر: يا حنظلة، لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، الدنيا لابد منها، لابد أن تتكسب، ترتزق رزقا حلالا، أن تعامل الناس، أن تتعامل مع الزوجات والأولاد لكن مهم أن يكون هناك الساعة الأخرى التي ترفع إيمانك، ساعة وساعة التي تحفظ بها قلبك وتحفظ بها دينك وتحفظ بها منسوب الإيمان في قلبك، حتى إذا ما قل ترجع مباشرة إلى مجلس علم، إلى وعظ، إلى أصدقاء صالحين يذكرونك بالله، إلى القرآن، إلى الدعاء، إلى التذلل إلى الله عز وجل، إلى الصلاة، إلى طول السجود، إلى الأمور التي تجدد إيمانك. أهمية الصلاة في أوقاتها مهمة جدا. الصلاة ليست الصلاة فقط، لا شك أن الصلاة، لأن في ناس نقول لك والله نصلي بعد، يعني أهمية الصلاة هذه الفكرة أن أنت عشان ما تسهى بهذه الدنيا ضبط صلاتك. يعني في كثير من الناس يعتقدون طيب نصلي بعد نص ساعة، نصلي بعد ساعة، نصلي بعد، لكن أهمية الهيكل هذا اللي بحيث أن ما تفقد في قلبك وتتحرك من خلال المساحات الأخرى. وسبحان الله، الصلاة هي الله عز وجل سماها إيمانا، ونحن لنا يعني حلقة سابقة عن الصلاة. صحيح. لعل الناس يعني يبحثون عنها، وهي هامة في هذا المعنى. الصلاة هي نفسها إيمان، الصلاة من أعظم الأمور التي ترفع الإيمان في القلب. ولعل أنت يعني لفت نظري الآن يا شيخ فيصل لمعنى في غاية الخطورة، إنه لو تأملت إلى مواعيد الصلاة كيف تجدها؟ مواعيد الصلاة تجد الصلاة مكثفة في أكثر وقت يكون فيه انشغال عشان لا تنسى الله ولا يقل إيمانك. على طول تنشغل في الدنيا، تأتي صلاة الظهر، أول ما تنزل الساعة 10-11 تيجي الساعة 12 صلاة الظهر، تنشغل كمان ساعة ساعتين تيجي صلاة العصر، تنشغل كمان ساعة ساعتين تيجي المغرب، تنشغل كمان ساعة تيجي العشاء. فالصلاة يعني وكأنها ممسكة بزمام يومك حتى لا ينقص الإيمان من قلبك. هذا اللي قاعد أحاول أسألك عنه. فأنت قاعد تقول ساعة لما ذهب أبو بكر والصحابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهم طيب أنت لازم تتعامل مع الدنيا بالنهاية، أنت عايش بهذه الدنيا، عندك أولاد، عندك أشغال، عندك مسؤوليات. فكانوا يخافون أنهم ينسون الآخر، ينسون الإيمان. سلام. فأقصد الناس اليوم ممكن حتى لما تتفكر بالصلاة هي خلينا نقول أداة الصلاة، هي صحيح هي عبادة الله سبحانه وتعالى، لكن هي أيضا تحافظ على قلبك. فأنت تأتيها بهذا الشكل، بهذه النية، أنا أعتقد يمكن
تساعد أي شخص اليوم يحاول أنه يحافظ على قلبه. لا شك هي أعظم ما يحافظ على القلب، أعظم ما يعين المؤمن على الحفاظ على قلب. فيش حاجة أعظم منها في الدنيا دي يا شيخ فيصل. يعني بقى لو قعدنا نقول سبب مش عارف هتحضر درس إيه، ولا هتسمع موعظة كيف، ولا هتقرأ إيه. لأن في ناس ممكن تقول لك أنا خلاص دام أنا قلبي سليم، يعني حتى الصلاة ما أحتاج أقصد. ممكن الواحد يوسوس للشيطان إلى أنه يقول أنت دام قلبك زين، أنت إنسان زين، أنت إنسان جيد، مش لازم تصلي. يعني أقصد إنه فهمت كيف ممكن يتسلل حتى الشيطان في هذه المفاهيم. أن في ناس اليوم عندهم هذا المفهوم قد يكون خاطئ، أن أنا أهم شيء أن أنا قلبي زين، لكن يعني الأمور الثانية هي أمور عملية فقط، لكن هي في صلة بين الصلاة والحفاظ على القلب. يعني الأدوات اللي موجودة اليوم اللي من خلالها نعبد الله سبحانه وتعالى، سواء حتى السنن الضحى ولا غيره، هي تقربنا لله سبحانه وتعالى وتثبت قلبنا إذا احنا عرفنا شلون نتعامل معها. أنا هذا اللي قاعد أحاول أوصله. يعني هو صحيح، يعني هذه شبهة عند بعض الناس إن هم ربما يقصرون ويفرطون ويضيعون في أودية الدنيا والانغماس في الدنيا والذنوب والشهوات، ويقول لك أنا قلبي سليم، أنا لا أحتاج إلى هذه العبادات. وهذا ضلال، هذا من أعظم ما يضحك به الشيطان على العبد. ده التفريط في فريضة واحدة ربما يهلك القلب ويميت القلب. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا طبع على قلبه. هناك علاقة وثيقة جدا بين العبادات وبين القلب، هي التي تؤثر على القلب وتنفع القلب. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. الإيمان ده أصلا عدته إن هو بيقل مع الوقت، فإحنا لازم على طول نلحقه، ندركه، نرفع منسوبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فجددوا الإيمان في قلوبكم. فجددوا الإيمان في قلوبكم، جددها بالطاعات، بالعبادات، بالتقرب إلى الله، بالإقبال على الله. جاء رجل إلى أم الدرداء يشكو لها قسوة في قلبه، فقالت له: إن أعظم الداء داؤك. قال لها: إني أجد من قلبي قسوة. قالت له: إن أعظم الداء داؤك، عد المرضى واتبع الجنائز واطلع على القبور. عد المرضى واتبع الجنائز واطلع على القبور. ففعل الرجل ذلك، فوجد أن قلبه قد لان، فعاد إلى أم الدرداء يشكرها. فالآن ما فيش حاجة اسمها لا، بالعكس يا شيخ فيصل بقى، ده أنا يعني مسألة التفريط في الطاعات دي بتسود القلب. مسألة الاستغراق في الذنوب والمعاصي بتسود القلب. لا يمكن، مستحيل أن يكون هناك إنسان مستغرق في الشهوات المحرمة وقلبه سليم. قال ابن عباس عليه رضوان الله، واسمع هذه الكلمات الخطيرة. قال ابن عباس عليه رحمة الله: إن للحسنة نورا في الوجه، وضياء في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للمعصية سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، وضيقا في الرزق، ووهنا في البدن، وبغضا في قلوب الخلق. أمر غاية في الخطورة ألا يدرك الإنسان هذه الأمور. إن للحسنة ضياء في الوجه، تضيء الوجه، ونورا في القلب، تنير القلب وتضيئه، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. يحبه العباد لأن له خلق لا يعلمها أحد إلا الله، لكن ينزل الله عز وجل محبته في قلوب الناس. تجد الناس يحبونه ولا يعلمون السبب، تجد الناس مقبلين عليه ولا يعلمون لماذا يألفونه بهذه السرعة، لماذا يحبونه بهذه الطريقة. فضل الله عز وجل والطاعات والقربات تفعل ذلك. وإن للمعصية سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، وضيقا في الرزق، نسأل الله السلامة والعافية، ووهنا في البدن، وبغضا في قلوب الخلق. ينفر العباد منه ولا يحبونه ولا يألفونه. المعصية تهلك القلب وتسوده وتؤذيه وتتعبه. وهناك حديث عمدة في هذا الباب، هناك حديث أصل في باب القلوب، هذه القلوب التي نتكلم عنها الآن
أصل فيها حديثان، خلينا نقول حديثان. الحديث لا شك الأعظم هو حديث النعمان بن بشير في البخاري ومسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. خلاص، صلاح الظاهر مرتبط بصلاح الباطن. قال سلمان الفارسي: من أصلح جوانيته أصلح الله برانيته. من أصلح جوانيته يعني إيه؟ القلب. قلب. أصلح الله برانيته يعني جوارحه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث، حديث خطير، حديث النعمان في البخاري ومسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت. ومضغة هنا للتقليل، حجمها يسير صغير قليل، لكنها مسيطرة على كل الجوارح، فهي الرأس والجوارح تبع لها وخدم، وهي الملك، والأعضاء جنود لها وحشم. فالقلب للعبد في الدنيا عدته وفخره، وفي الآخرة كماله وذخره، كما قال الإمام الغزالي: في الدنيا عدته وفخره، وفي الآخرة كماله وذخره، عليه يحاسب وبه يوزن على قدر الإيمان في قلبه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب، الحديث الثاني بقى حديث خطير جدا في باب القلوب، حديث جميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم للي بيعرض نفسه إلى الفتن وإلى المنكرات وإلى الشهوات وإلى الذنوب وإلى المعاصي، ثم يقول لك في آخر الأمر: أنا يعني قلبي سليم. أنت تضحك على نفسك وتكذب عليها. لمن يفرط في الفرائض، لمن يضيع حدود الله عز وجل، لمن ينتهك محارم الله عز وجل، ثم لا يأبه بعد ذلك بأن قلبه يعني لا يأبه به ولا ينتبه له، هذا على خطر عظيم. هذا المفترض أن يدق ناقوس الخطر، يعني يشغل جرس الإنذار فوق رأسه. أنت على خطر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا. قلبي وقلبك في هذه الدنيا تعرض عليه الفتن باستمرار، عودا. في بعض الروايات عودا، يعني تعود وتعود وتزول. ليه؟ ليختبر الله عز وجل قلوبنا. تأتي أمامك نظرة محرمة، تأتي أمامك جلسة غيبة أو كلمة فاحشة أو بذيئة، يأتي أمامك فتنة من الفتن، ذنب من الذنوب، أيا يكن هذا الذنب يعرض عليك، ماذا ستفعل فيه؟ تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يعني إيه قلب أبيض كالصفا؟ قلب من كتر ما هو أنكر المعاصي وابتعد عنها وذبها عنه، وابتعد عن مواطنها وأماكنها ومظانها، وابتعد عن الناس الذين يذكرونه بها، وابتعد عن من يدفعونه إليها ويعينونه عليها، ابتعد عن كل هؤلاء. فأيما قلب أنكرها، ده معنى أنكرها، يصير قلبه أبيض كالصفا لا تضره فتنة. بعد ذلك يكون عنده مناعة يستطيع أن يجابه بها الفتن والمنكرات، ولا يتلذذ بمعصية، ولا يجد من نفسه أزا شديدا إلى المعصية. لا، هو الآن أصبحت نفسه مطمئنة. وهكذا تكون مراحل تطهير القلب يا شيخ فيصل. مراحل تطهير القلب أنه تعرض علينا هذه الفتن فنكون أقوياء، نرد الفتنة وراء الفتنة، والذنب وراء الذنب، والمعصية وراء المعصية، حتى نصل إلى هذه المرحلة من مجابهة الفتن وقوة القلب وطهارة القلب وقوة القلب. أما القلب الثاني هذا يصبح الذي كلما عرضت عليه فتنة قبلها، نظر حرام ينظر،
سماع محرم يسمع، يجد جلسة مليئة بالغيبة يجلس، يجد أمورا ربما تسلب إيمانه لا يأبه ولا ينتبه، حتى يصير قلبه أسود. يقول أسود مرباد، مرباد يعني شديد السواد، شديد الظلمة، كالكوز مجخيا يعني كالكوب المقلوب. لو جئت الآن بهذا الكوب، لو كان فارغا لا صنعت فيه ما أقول لكنه ممتلئ. لو جئت الآن بهذا الكوب وقلبته ثم أردت أن أضع فيه هذه القهوة، هل توضع فيه القهوة وهو مقلوب على رأسه؟ لا. مستحيل. كالكوز مجخيا يعني كهذا الكوز أو هذا الكوب أو هذا الإناء المقلوب. تريد أن تصب فيه إيمانا لا يقبل، تريد أن تضع فيه حبا لله لا يقبل، تريد أن تدفعه إلى الطاعات والقربات لا يقبل، تعظه وتذكره لا يقبل. والقلب إن مات لم تنفعه موعظة، كالأرض إن سبخت لم ينفع المطر. والقلب إن مات لم تنفعه موعظة، كالأرض إن سبخت لم ينفع المطر. هكذا هو، تذكره لا تذكر، تدفعه لا يندفع، تحذره من عذاب الله لا يرتدع ولا ينزجر. كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. طيب بيشتغل ازاي؟ بيعمل ايه؟ إلا ما أشرب من هواه. يريد أن يفعل شيئا يفعله، تريد أنها تتبرج تتبرج، يريد أنه يسمع محرمات يسمع، يريد أنه علاقات مشبوهة محرمة يفعل. طيب أين قلبك؟ أنت تدمر قلبك، أنت تدمر قلبك، أنت لا تعرف قدر ربك، أنت لا تريد أن تصفي قلبك لله. يقول ابن القيم والله كلمات ما أجملها شيخ فيصل، والله كلمات ما أجملها. يقول ابن القيم من أعجب الأشياء أن تعرف الله ثم لا تحبه. من أعجب الأشياء أن تعرف الله ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر في الإجابة عنه، وأن تعلم قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعلم قدر غضبه ثم تتعرض إليه، وأن تذوق ألم الوحشة في معاصيه ثم لا تطلب الأنس بطاعته. يا سلام على الكلام الذي يكتب بالجوهر، يكتب بماء الذهب. من أعجب الأشياء أن تعرف الله ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر في الإجابة عنه، وأن تعلم قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعلم قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته، ألم الوحشة في معصيته، ثم لا تطلب الأنس بطاعته. هذا الرجل الذي لا يطهر قلبه ولا يسعى في تطهير نفسه من أدران المعاصي والخطيئات، والله هذا فاقد لأعظم لذة في الدنيا، هذا خاسر لأعظم لذات الدنيا. جاء رجل إلى ابن القيم يقول له إني أجد وحشة في قلبي، أنا ما عدت أتلذذ بالطاعات كما كان قديما، ما عدت أجد حلاوة الذكر كما كان قديما، ما عدت أتحسس حلاوة ولذة الدعاء كما كان قديما، أجد وحشة، إني أجد وحشة في قلبي، ماذا أفعل؟ فقال له ابن القيم إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. الإقبال على الذنوب يحرم العبد من تطهير القلب، يحرم العبد من التعلق بالله عز وجل، يحرم العبد من لذة العبادة، يحرم العبد من بهاء الطاعة، يثقل على العبد. تجده تقول له بعد ذلك هيا نفعل كذا، يقول لك والله ما لا مش قادر، تعال نقوم الليل، لا خلاص والله لازم ننام، نتلذذ بركعتين في جوف الليل التي كان يتلذذ بها العباد، التي كان ما في الدنيا عندهم أشهى ولا أحلى ولا ألذ منها. وأهل الليل في ليلهم كما كان يقول أبو الحسن أبو سليمان الداراني وأهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإن لفي لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، وإن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. هذه اللذات أين أنت منها؟ أين أنت منها؟ هذا لما واحد يكون عنده درجة عالية من الإيمان، يكون درجة عالية من صفاء القلب. لكن أنا نرجع حق الشخص اللي يجد، يعني لما كان عندنا حلقة مع الدكتور مطلق الجاسر كان يقول في شخصيات لما يسمعون الدعاء
يعني ما تتحرك قلوبهم، لا يستشعرون الدعاء، وإذا صلوا يحسون صلاة فقط صلاة، ما يحسون في الصلاة. وتلقى هم بينهم وبين نفسهم يبون يوصلون إلى مرحلة أن يتلذذون بالدعاء وبالصلاة ويقيمون الليل بهذه اللذة. طيب الحين الأمر اللي هم فيه احنا بنوصل لهذا المكان، وفي جزء كبير من الناس، قد يكون جزء كبير من المستمعين اليوم يبون يستشعرون الدين أكثر، يبون يحسون أنهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب أين الطريق؟ شنو اللي أقدر أسويه؟ احنا بنصحى الصبح ليل كأني قاعد يعني أحاول خلينا نقول أعكس الأمور اللي قاعد تقولها بشكل عملي. تعرض علينا الفتن، فعندنا اليوم خيار من الصبح لليل ان احنا يعني يا نكف عن هذه الفتن او ان احنا نقبل فيها. فانا الحين ابي انتقل من القلب، ممكن قبل ان انتقل هو القلب خلينا نقول الاسود، هو ايضا مش بس بعيد عن الله سبحانه وتعالى، هو جبان، يعني في امور حتى دنيويه هو يعتقد انه قاعد يكسب فيها، لكن هو بالاصل مو كاسبها، يعني هو فقد الدنيا وفقد الاخره يعني أكبر. فهو عايش في توتر، عايش في يعني ما عنده. فانا التعلق بهذه الامور الماديه بقدر يعني نتكلم عن الامور خلينا نقول المتعلقه بالدين، ان هذا تمام واضح. الحين حتى بالدنيا مو كسبان انا يتهيأ لي. سبحان الله، صحيح، مساكين اهل الدنيا كما كان يقول ابراهيم بن ادهم، مساكين والله مساكين يا شيخ فيصل. يعني احنا لو ما دقناش اللذة دي، احنا اي لذة اصلا في الدنيا تضاهيها وتساويها. مساكين اهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا اجمل ما فيها. قيل له وما اجمل ما فيها؟ قال ذكر الله تعالى والانس به. والانس به، والله ما في هذه الدنيا شيء ألذ من تعلق القلب بالله ومن إقبال العبد على الله. والله ما في أعظم ما في الدنيا الشوق إلى الله، وأعظم ما في الآخرة رؤية وجه الله. ده مش كلامي، ده كلام ابن القيم. قال أعظم ما في الدنيا الشوق إلى الله، وأعظم ما في الآخرة، وأعظم ما في الآخرة رؤية وجه الله. قال ابن القيم والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أعظم النعماء للإنسان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أعظم النعماء للإنسان. لكن لما على الران على القلوب، وأصبحت القلوب يعني مقبلة على الدنيا، منشغلة بالشهوات، بالذنوب، بالمعاصي، لم تجد هذه اللذة، غابت عنها أعظم لذة في الدنيا. والله قال ابن القيم والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكر بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد أوان. لكنها سكر بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد أوان. قال يحيى بن معاذ الدنيا خمر الشيطان، من شرب منه لم يفق إلا نادما في عسكر الموتى من الغافلين. الذي ينغمس في الدنيا، في شهوات الدنيا، في لذات الدنيا، في بهرجة الدنيا، يريد أن يحصل منها المال، تركيزه كله على الجاه، تركيزه كله على المنصب، تركيزه كله على صولجان الدنيا وبهرجتها وزخارفها. فمتى تطلب الأنس بالله؟ هذا لن يفيق إلا وهو بين يدي الله محاسب، قد ضيع الدنيا، لذة الدنيا وبهاء الدنيا وجمال الدنيا وحلاوة الدنيا في طاعة الله، وضيع الآخرة في أن يكون من الآمنين وأن يرى وجه رب العالمين. والله لو يعلم الإنسان أنه بعدم إصلاح قلبه يضيع على نفسه هذه الفرصة، لكان هذا كفيلا بأن يذيب قلبه، بأن يميته، يعني يهلكه. أنه يعلم أنه ربما يحجب عن الله في الآخرة. كيف يحجب عن الله في الآخرة؟ ما هي الذنوب لو تكاثرت على القلب تجعل على القلب الران. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن لم يتب صارت النكت على قلبه فذلك الران.
الذي ذكر الله عز وجل في القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنب بعد الذنب بعد الذنب يجعل على القلب رانا، يجعل على القلب درنا وقذرا. هذا الران يحجب صاحبه عن رؤية الله يوم القيامة. وفكر فيها كما تفكر، أن نحجب عن رؤية وجه الله عز وجل يوم القيامة. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بعدها على طول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا فكرت أنك، نسأل الله السلامة والعافية، إذا فكرت أن هناك عبدا ربما يحرم من رؤية وجه الله بسبب ذنوبه، تكون أعظم شيء على نفسه وأقسى شيء على قلبه، لا يرضى بذلك أبدا. والله هذا السبب وحده كفيل بأن يترك العبد كل الذنوب والمعاصي ويتوب إلى الله، ويهيئ هذا القلب حتى يرى وجه الرب يوم القيامة. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أعظم النعماء للإنسان. يقول الله عز وجل كما في الحديث للمؤمنين يوم القيامة وهم في الجنة: أي عبادي هل رضيتم؟ يقولون: يا رب وما لنا لا نرضى، وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وباعدتنا عن النار، وقد أدخلتنا الجنة وباعدتنا عن النار. فيقول الله عز وجل لهم: أولا أعطيكم ما هو أعظم من ذلك؟ فيقولون: يا ربي وأي شيء أعظم من ذلك؟ وفي حاجة أعظم من الجنة وأعظم من إن إحنا نجونا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطي المؤمنون شيئا أحب إلى قلوبهم من رؤية وجه ربهم عز وجل. فما أعطي المؤمنون وهم في الجنة شيئا أحب إليهم، أحب إلى قلوبهم، ألذ عندهم، أنعم في نفوسهم من رؤية وجه ربهم عز وجل. هذا شيء عظيم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياه. فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. طيب دكتور، إذا أنت نتكلم عن فكرة إصلاح القلب، في سورة البقرة كلنا قريناها في بداية سورة البقرة، الله سبحانه وتعالى يقول: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ففي ناس فيهم مرض من القلب ويبون يتخلصون من هذا المرض، يبون يتقربون الله سبحانه وتعالى. ما في أي شخص اليوم مسلم تقول له أنت ودك أنت تتخلص من هذه الشهوات وتكون أقوى منها وتتصالح مع دينك وتبحث فيه أكثر وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ما في أحد راح يقول لا أريد ذلك، الكل يريد ذلك. لكن نبي نعرف ما هو الطريق الذي علمه الذي تكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلنا ناخذ شواهد موجودة في القرآن، من خلالها نقدر نعرف ما هو الطريق الصحيح اللي المفروض كل مسلم اليوم يسلكه. سؤال ممتاز، ولا شك أنه هام وضروري بعد ما تكلمنا عن خطورة القلب المريض والقلب الزائغ والقلب الفاسد وضرورة تحقيق القلب السليم. فكيف نحقق القلب السليم؟ كيف نسعى لإدراك طهارة القلب وزكاة القلب ونقاء القلب؟ لأن هذا أعظم ما يسعى إليه المؤمن قبل العبادات. يعني أنا عاوز أقول لك يا شيخ فيصل إنه الصلاة فرضت في الإسراء والمعراج بعد سنين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام والزكاة فرضت بعد 15 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الحج بعد ذلك. لكن طهارة القلب في أول سنة، بل في أول أيام. فين؟ في قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قال ابن القيم وجمهور المفسرين من الأولين ومن بعدهم على أن المراد بالقلب هنا، على أن المراد بالثياب هنا هو القلب. وثيابك فطهر، لا تغفل عن قلبك، طهر قلبك. ولذلك ما حكم في إذا قلنا ما حكم تعلم الأمور التي يطهر بها القلب؟ هي فريضة من فرائض الأعيان على كل إنسان،
من فرائض الأعيان على كل مسلم أن يتعلم ما يحمي به قلبه. حماية القلب من الشيطان من الفرائض على الأعيان. قال أحد الشناقطة: وعلم أدوية أدواء القلوب، قال يعني منظومة طويلة في الفرائض العين على المسلم. ماذا يتعلم؟ فقال: يتعلم ما تقيم به عبادته، ويتعلم ما تصح به عقيدته، وما يطهر به قلبه. هذه الثلاثة أمور. قال: فعلم ما اعتقادك به يصح، وجوبه العيني أمر متضح. ومن فروض العين علمك بما به تقيم كل فرض لزم، كالعلم بالوضوء والصلاة والحج والصيام والزكاة. وعلم أدوية أدواء القلوب مما على الأعيان كان ذا وجوب. لابد أن تتعلم ما يطهر به قلبك. إيه الأمور اللي يطهر بها قلبك؟ ده مهم وخطير، وإلا ستضيع. ففرض عين عليك أن تتعلم ما يطهر به قلبك. كيف يطهر قلبك؟ أولا أن تعلم أن الأمر يحتاج إلى مجاهدة وإلى تشمير، لأن هذا أمر عظيم. تخيل إبراهيم صلى الله عليه وسلم أبو الأنبياء يخاف ويقول: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذه مسألة تستحق التعب، تستحق العناء، تستحق أن تتعنى وتتحمل المشاق من أجلها. قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل غير ذلك لم يقبل منه. ليس الإيمان بإيه يا شيخ فيصل؟ بالتمني. مش إن أنا أقول لا إن شاء الله أنا مؤمن، مش إن شاء الله أنا مؤمن. أين دليلك على أنك مؤمن؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فارق ضخم. الأمر ليس به قالت لا، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. مش معنى أن أنا لبست ثيابا يلبسها الصالحون أو يظهر بها الأتقياء يبقى أنا كده أصبحت. أبدا. الإيمان هنا ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل غير ذلك لم يقبل منه. إذن نحتاج أن نصلح هذا، نحتاج أن ننتبه إلى هذا، نحتاج أن ندرك خطورة وأهمية هذا. ما أول شيء نفعله؟ نلجأ لرب قلبي، نلجأ له بالدعاء وبالتضرع وبالمسكنة، أن يصلحه، أن يغيثه من مرضه، أن ينقذه، لأنه هو الذي يملكه. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلذلك كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نحفظ هذا الدعاء ونردده. وكان من دعاء سيدنا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا وأعوذ بك من قلب لا يخشع. نحفظ هذا الدعاء ونردده. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. إذن الدعاء الطويل بإصلاح القلب هذا أمر خطير، لأنه لن يصلح قلبك أعظم من الله ولا أجل من الله. لو أراد أن يصلحه في يوم وليلة أصلحه وأزال عنه الدرن والسوء والفساد. يجعل قلبك في لحظة قلبا سليما فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. بحب الآية دي جدا. شوف بمنتهى السهولة، بس ربنا عز وجل يجتبي، ليس شيئا صعبا عليه سبحانه وبحمده. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. سبحان الله. أنت تريد أن تكون من الصالحين، وأنا كذلك أريد أن أكون من الصالحين. ماذا نفعل؟ نلجأ لمصلح الصالحين، نلجأ لمن يزكي النفوس، لمن يتولاها فيصلحها ويطهرها.
فتقول اللهم أصلح قلبي، اللهم ثبت قلبي، اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. وتردد هذه الدعوات في كل سجدة، في كل وقت تتحرى فيه الإجابة. هذا أمر خطير والله، لأننا لو تكلمنا عن الأمور المادية سيظن الناس أنها أعمل 1 2 3 وخلاص كده الأمر. لا أبدا، المسألة ليست بذلك، المسألة ليست بذلك أبدا، بل الذي يصلح الصالحين هو رب العالمين، اذهب الله سبحانه وتعالى سبحانه بحمده. لا بد أن تذهب إليه، ليس لنا خيار سوى أن نجلس على عتبة بابه. خرج الرجل وهو يقول أين قلبي؟ فوجد الطفل يجلس على عتبة باب أمه ويقول لها يا أمي إذا لم ترحميني، إذا لم تؤويني، إذا لم تعطفي علي. فرجع وهو يعلم أن هذا هو السبيل وهذا هو الطريق، أن نجلس على عتبة باب الله. قف بالخضوع ونادي يا الله إن الكريم يجيب من ناداه. قف بالخضوع ونادي يا الله إن الكريم يجيب من ناداه. فتجلس وترفع يدك وتقول له يا رب أنا أملك قلبا قاسيا فأصلح لي قلبي. يا رب أملك قلبا كقطعة حجر، اللهم ارزقني لين القلب ورقة القلب. اللهم إني أسألك أن ترزقني الاستمتاع بالطاعة والتلذذ بها بقلب سليم صاف نقي مقبل عليك. هذه أمور عظيمة ينبغي أن يردد الإنسان هذه الدعوات في كل صباح ومساء. وبعد أن يدعو يأخذ السبل المادية، وهي أول شيء يتوب إلى الله ويترك الذنوب، لأن الذنوب هي أعظم سبب لإماتة القلب وأعظم سبب لقسوة القلب. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. تريد لقلبك أن يحيا وأن يطهر وأن يصفو، اترك الذنوب. التحدي هذا بين القلب والجوارح والسلوك، هذا التحدي يعني ان الواحد يبدأ من القلب ويعني يشمر ذراعه ويحاول يعني ويكف عن هذه الذنوب، لكن في عادات هي تكون موجودة عنده يحاول انه هو يتخلص منها. أبيك يعني نتكلم شوي عن هذه العلاقة، علاقة الجوارح مع القلب يعني. الله، شوف أقول لك على حاجة، هي علاقة خارجية أو خلينا نقول داخلية خارجية. علاقة داخلية خارجية. أنا في الأول بعمل إيه يا شيخ فيصل؟ أنا في الأول ببطل ذنوب، بترك الذنوب، لكن بجد في ذلك بعض العناء، بجد في ذلك بعض الصعوبة. ليه؟ أنا بحاول أن أنا أغض بصري بعد ما كنت مطلق بصري، بحاول أن أنا أمسك جوارحي عن الحرام، بحاول أن أنا أمسك لساني عن الحرام. لما أمسك لساني عن الحرام وأمسك عيني عن الحرام سأجد بعض الصعوبة، لكن هذا تأثيره على القلب إيه؟ تأثيره على القلب أنه يطهر القلب، فلما يطهر القلب يعين بعد ذلك الجوارح على أن تترك المعصية. الإمام الغزالي يقول الحواس منافذ القلب. الله، صحيح. هي القلب وعاء يملأ بهذه المنافذ. أنت تعطيه حرام وتسمعه حرام وتطعمه حرام وتتكلم بحرام، فيكون القلب ملوثا مسودا. لكن لما تغض بصرك، تغض سمعك، تغض لسانك، وتكف جوارحك عن الحرام، يطهر قلبك شيئا فشيئا فشيئا فشيئا. الواحد يقدر يطهر قلبه لا شك. يعني الواحد لما فيه لا يفقد الأمل. يعني هذه الفكرة. في واحد يقول أنا أذنبت كثيرا، نفس الشخص اللي قتل 99 شخص بعدين يموت. واحد يقول أنا أذنبت كثيرا وفعلت والله يعلم أنا اللي سويته، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى هو ساتر عليه فقط. ولا أنا أذنبت كثيرا، فأنا أحس أني أنا قلبي قاسي إلى درجة ما أستشعر الأمل حتى. يعني فإحنا حتى في أشخاص ممكن ما يستشعرون هذا الأمل، هذا الطريق. لا ينبغي أن يأس واحد أبدا. إحنا لسه بنقول قتل 100 نفس، و100 نفس مش عاديين، ده فيهم واحد عابد من العباد الكبار مشهور بالعبادة ودل عليه لأن الناس يعلمون أنه عابد. رغم ذلك لما ده إحنا شوف، والله يا شيخ فيصل الكلام عن القلب يسهل الأمور لا يصعبها. ليه بقى؟ لأن أنا لا أقول لك لكي تتوب صلي 1000 ركعة. لكي تتوب لابد أن تقرأ ختمات معينة من القرآن. حتى يقبلك الله لابد أن تذكر الله عز وجل 100,000 مرة. لا، ما قلناش كده. ده إحنا بنقول بالقليل من العمل مع الكثير من التركيز على القلب
يقبلك الله ويدنيك الله. صف النية. أهم حاجة التركيز على القلب، وتكف المعاصي والذنوب وتبدأ طاعات شيئا فشيئا. لكن اوعى تفتح على نفسك هذا الباب، لأن اللي بيفتح على نفسه باب الفتن بيقع فيها. لا تجلس في مكان فيه فتنة، لا تجلس في مكان أنت تعلم أنك لن تستطيع أن تغض فيه بصرك، لا تجلس في مكان لن تستطيع أنت تعلم أنك لن تستطيع أن تغض فيه سمعك عن الحرام، لن تستطيع أن تكف لسانك عن الحرام. الناس يثيرونك ويدفعونك إلى اوعى، أغلق أبواب الذنوب. أنت مبتلا بالنظر الحرام، أغلق أبواب الذنوب، حتى وإن كنت ستتألم شيئا. إن كان هاتفك هذا يدعوك إلى الحرام، اتركه لله فترة حتى تعافي قلبك. وأمسك هاتفا بزرائر، أمسك هاتفا قديما، لا تجعل الشيطان يضحك عليك. والله يا جماعة الجنة أغلى مما يعني نتوقع ونظن، وأمتع بكثير. يعني احنا بنطلب صحيح، بنطلب شيئا من لذات الدنيا الفانية. هو لا يستطيع أن يبتعد عن الهاتف، لأنه الهاتف بالنسبة له هو كيت ومضخم الأمر. يا أخي الجنة ليست غالية عندك كهاتفك، الجنة ليست في قلبك كجوالك. عجيب والله عجيب. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ بس الواحد عشان يقدر يوصل هذه المرحلة لازم شوي يوصل. في ناس عندهم إيمانيات عالية، ممكن يشوفون السؤال هذا إجابته واضحة وبسيطة، لكن ممكن حتى الشخص اللي خلينا نقول قلوبهم مريضة قاسية يجاوبون نفس الجواب، لكن جوارحهم وسلوكياتهم متعودة على طريقة معينة. لكن الأمر يبدأ يعني شوي حتى ما قاعد نحاول نبينه. أنت بعد ما تسأل أسئلة بديهية، الشخص اللي غايص في عالم الذنوب صعب عليه انه يشوف جمال احلى من الجمال اللي قاعد يشوفه. فهمت قصدي دكتور؟ نعم. فهو الفكرة شلون يتحرر من هذا العالم ويذهب الى الله سبحانه وتعالى، وبشيء بسيط. هو دائما الواحد الشيطان يحط عليه نوع من الافكار ان انت مستحيل الله سبحانه وتعالى يقبلك، الطريق الى الله سبحانه وتعالى صعب، هو اسهل بكثير اكثر مما نتوقع. انا هذا اللي ابي اوصله من خلال هذا، ان تطهير القلب أسهل بكثير مما نتوقع. لكن أنت ابدي هذا المشوار، ابدي هذا الطريق. جاء أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نكون معك فترق قلوبنا ونتذكر الآخرة. ترق قلوبنا ونتذكر الآخرة، فإذا خرجنا من عندك أعجبتنا الدنيا. فقال: يا أبا هريرة، لو نفس الكلمة التي قالها لحنظلة، ولكن زاد شيئا أنا أريد أن أورده هنا. قال: يا أبا هريرة، لو تدومون على تلك الحالة لصافحتكم الملائكة، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر الله لهم. ليس الإشكال في أن تذنب، خلاص أذنبت خلاص، لكن ارجع إلى الله وتوب إلى الله عز وجل فورا، ولا تفتح على نفسك باب الذنوب. طيب إن وقعت حتى بعد أن أغلقت على نفسك، ارجع. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا الذي يدخل الجنة وتزلف له الجنة، من خشي الرحمن بالغيب، بيخاف ربنا، وجاء بقلب منيب يعني رجاع، كلما يقع يقوم، كلما يذنب يتوب. منيب يعني رجاع، يرجع بعد الزلة، يرجع إلى الطاعة، بعد الوقوع يرجع إلى القرب، بعد البعد يرجع إلى التضرع إلى الله عز وجل والتملق بين يديه. هكذا العبد. ونحن جميعا يعني نذنب، نحن جميعا أهل خطأ وزلل، لكن الإشكال ليس في أن تذنب، بل الإشكال في أن تتأخر بعد الذنب عن الرجوع إلى الله عز وجل، وألا تغلق أبواب الذنب هذا على نفسك. أنت تعلم أن هناك باب ذنب مفتوح، أغلقه. وقعت في ذنب آخر، خلاص يعني استدرك الأمر وتوب إلى الله، لكن لا تفتح الباب على مصراعي، وسارع في التوبة والإنابة. واعلم، وده من أسباب صلاح القلب، أن تتذكر الآخرة. زي ما أم الدرداء قالت للرجل: عودي المرضى واتبع الجنائز واطلع على القبور. 3 أمور عجيبة. عودي المرضى لتعلم أن هذه الدنيا فانية، وأنها مليئة بالمرض والهرم وآخر ذلك الموت. واتبع الجنائز لتعلم أن هذا هي رحلتك الحقيقية التي تبدأ بعدها حياتك الأخروية الدائمة الأبدية. واطلع على القبور لتعلم أن هذا هو مسكنك الحقيقي، هو بيتك الدائم، هذا القبر. فلما تعلم هذا يطهر قلبك، لما تعلم هذا يصفو قلبك.
فهذه أمور مهمة، انه ما في شيء يسوى يعني. ما في شيء تتمتع به في الدنيا يستحق. بارك الله فيك دكتور، شكرا على قبول الدعوة، شكرا على ثقتك فينا، وإن شاء الله دائما نكون على قدر الثقة هذه. عسى الله إن شاء الله يسهل أمرنا في نشر هذه الحلقة، وإن شاء الله الناس تستفيد منها. ومكانك الله يحفظك هذا حبيب. المكان. أنا أشكر لك الحقيقة حسن استضافتك وجميل كرمك وأدبك، الله يسلمك. ويعني الحقيقة أكرمتنا، جزاك الله خيرا. بالعكس. وأشكر لك دعوتك المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل مكانك هذا منارة للعالم، اللهم آمين. وأن يجعله نبراسا للناس، وأن يفتح له القلوب، وأن ينفذ بكلامك إلى قلوب الناس. آمين. جزاك الله خير. ما نستغني عنك دكتور. أنت في أكثر من موضوع قبل لا نسجل الحلقة كان في بالك ودك تناقشه، مكانك أنت الله يحفظك. دليت جزاك الله. المكان، عندك الموقع، أي وقت، وسواء عن طريقنا وإذا أنت موجود بالكويت نتشرف فيك بأي وقت، وهذا صار مكانك الحين ومحلك. الله يحفظك.